السلام عليكم. ازيك يا مستر، عامل ايه؟ الحمد لله، انت الاخبار؟ الحمد لله. الحق يا مستر، ايه ده؟ ليه؟ التفاعل الكيميائي. ايه اللي انت عملته ده بقى؟ كنت بجرب. ايه اللي بتجرب السؤال الاول من غير قصد؟ يعني من غير قصدك عاجبك كده بس حلوه. التفاعلات الكيميائية موجودة وبتحصل في كل حاجة حوالينا، وليها أمثلة كتيرة جدا. عندك مثلا جسمنا بيحصل فيه تفاعل كيميائي، الهواء بيحصل فيه تفاعل كيميائي، حتى المطبخ بيحصل فيه تفاعل كيميائي. التفاعلات الكيميائية ليها أنواع كتيرة جدا، والنهاردة هنشوفهم كلهم. بس الأول خلينا أفكرك يعني إيه تفاعل كيميائي. هو الكتاب بيقول إيه؟ التفاعل الكيميائي هو كسر الروابط بين المواد الداخلة في التفاعل، تكوين روابط جديدة بين الجزيئات نتيجة من التفاعل. يعني ايه الكلام ده؟ هدي لك مثال. دول ذرتين هيدروجين ماسكين بعض عن طريق رابطة كيميائية، اما دي بقى ذرة اكسجين عايزة تتفاعل معاهم. العناصر دي اسمها المواد الداخلة في التفاعل، وعلشان يحصل تفاعل كيميائي مبدئيا الرابطة دي بتتكسر عشان تتكون روابط جديدة بين الاكسجين وكل ذرة هيدروجين. هيطلع لي في الاخر جزيء الماء اللي احنا بنسميه المواد الناتجة من التفاعل. العملية ديت اسمها التفاعل الكيميائي. ودلوقتي بعد ما عرفت عن ايه تفاعل كيميائي، تفتكر عندنا كام نوع؟ 3. بالظبط، عندنا 3 انواع من التفاعل الكيميائي. اولا الانحلال الحراري، ثانيا الاحلال البسيط، ثالثا الاحلال المزدوج. ودلوقتي هنتكلم على اول نوع، الانحلال الحراري. زي ما قلنا التفاعل الكيميائي ليه انواع، واول نوع هو الانحلال الحراري. وركز معايا عشان تفهم اللي بيحصل. ده نموذج مركب مكون من ذرات معينه، لو انا سخنته او عرضته الحراره هيبدا يتفكك، واحنا في الكيمياء بنسميه بينحل. وطالما مركب بينحل وبالحراره يبقى اسمه ايه؟ انحلال حراري. الله ينور. بس دلوقتي ممكن يبقى في بالك سؤال، ازاي اعرف ان في انحلال حراري حصل؟ عشان كده تخيل معايا. أول حاجة هنعمل لها انحلال هي كربونات الصوديوم، وأهم حاجة عشان التفاعل ده يتم إن احنا نولع نار بدرجة مناسبة. وبعدين تعرض كربونات الصوديوم للنار، ولو استنيت شوية هيبدأ يحصل له انحلال. هتقولي طب عرفت منين إن حصل انحلال؟ هقولك كربونات الصوديوم هي واحدة من كربونات الفلزات اللي بالتسخين بتنحل وبتطلع لنا جزيء ثاني أكسيد الكربون. وعشان نتأكد من الكلام دوت هنقرب عود كبريت من فوهة الأنبوبة. بالظبط، هتلاقي إن العود انطفى، وده دليل على خروج ثاني أكسيد الكربون بسبب الانحلال. تاني حاجة عندنا هنعمل لها انحلال حراري هي نترات الصوديوم، وده هيحصل بعد ما نحضرها ونعرضها للنار. هتلاحظ صوت طقطقة بيطلع من الأنبوبة، وده صوت كسر الروابط. بس خلي بالك بقى، نترات الفلزات اللي منها نترات الصوديوم لما بتنحل بالحرارة بتطلع غاز الأكسجين، واللي انت أكيد عارف إنه بيساعد برضو على الاشتعال. وعشان أثبت لك ده هستخدم نفس مثال التجربة اللي فاتت، عود الكبريت. هتلاحظ إن العود ما انطفاش، بل بالعكس الشعلة زادت، وده دليل على خروج الأكسجين. واعتقد بالتخيل دوت انت فهمت كويس جدا يعني ايه انحلال حراري، ولا ايه؟ تمام. الحمد لله، كده خلصنا اول نوع من انواع التفاعل الكيميائي. ودلوقتي هنتكلم على النوع الثاني، تفاعلات الاحلال البسيط. اتفضل كده. دلوقتي هطلب منك طلب بسيط،
تحط لي الكوره ديت مكان الكوره الصفراء. شكرا. انت من غير ما تحس دلوقتي انت عملت تفاعل الاحلال البسيط، وهقول لك ازاي. تفاعل الاحلال البسيط عباره عن تفاعل عنصر مع مركب. طب ايه اللي بيحصل؟ العنصر اللي في المركب هيقعد ويبص على العنصر اللي جاي عليه، لو لقاه عنصر قوي هيسيب له المكان ويقوم عشان يقعد هو مكانه، وبكده يكون حصل التفاعل الكيميائي. طب لو لقاه عنصر ضعيف خلاص مش هيقوم له، كده مفيش تفاعل كيميائي. دلوقتي انت ممكن تقول لي اعرف منين العنصر القوي من العنصر الضعيف؟ هقول لك لازم تحفظ متسلسله النشاط الكيميائي اللي فيها ترتيب العناصر من الاقوى للاضعف. بس خلي بالك تفاعلات الاحلال البسيط ليها نوعين، اول نوع فيهم اسمه احلال فلز محل هيدروجين الحمض. مفهوم؟ طب اعمل لك ايه بقى؟ تخيل. أول حاجة لازم يكون معانا حمض، وفي تجربتنا دي هنستخدم حمض الهيدروكلوريك. وخلال التجربة هنختبره مع 3 فلزات: الزنك، الألمنيوم، والنحاس، وبعدها هنشوف تأثيره على كل واحد فيهم. أول الزنك ما هيقابل الحمض هتلاحظ حاجتين: أولاً حدوث فوران، وده بسبب خروج الهيدروجين من حمض الهيدروكلوريك. وثانياً هتلاحظ إن لون المسمار اتغير، وده معناه إن الزنك حل محل الهيدروجين اللي خرج من الحمض. أما تاني فلز عندنا هيكون الألمنيوم. في الأول التفاعل هيكون بطيء جدا، وده بسبب وجود طبقة أكسيد الألمنيوم عليه. بس بعد شوية الطبقة دي بتختفي، وهيبدأ الألمنيوم يتفاعل مع الحمض، وهيحصل له زي ما حصل للزنك بالظبط، هيحل محل الهيدروجين اللي خرج من الحمض. ولكن بقى تالت فلز عندنا هو النحاس، وده بصراحة كان المفاجأة بالنسبة لي، لأنه لما اتحط عليه الحمض ما حصلوش حاجة، وحتى لما هستنى شوية برضه مش هيحصل له حاجة. وده بسبب ملحوظة مهمة جدا، إن الفلز لازم يكون أنشط من الهيدروجين عشان يحل محله، والنحاس للأسف مش أنشط من الهيدروجين فما قدرش يحل محله. وده كده يعتبر أول نوع من أنواع تفاعلات الإحلال البسيط، وهو إحلال فلز محل هيدروجين الحمض، ولكن بشرط إن الفلز دوت يكون أنشط من الهيدروجين. تمام كده ولا في مشكلة؟ زي الفل. ندخل على تاني واحد، هو إحلال فلز محل فلز آخر في محلول أحد أملاحه. النوع ده زي النوع الأولاني بالظبط، بس بدل ما الفلز بيحل محل الهيدروجين، ده الفلز بيحل محل فلز آخر في محلول الملح بتاعه. أعتقد دي واضحة. هو مين ساب مين ولا مين عمل ايه؟ انا مش فاهم حاجه. هقولك، بس نعمل إيه؟ نتخيل. نوع التفاعل في التجربة هو إحلال فلز محل فلز آخر في محلول أحد أملاحه. فواحدة واحدة كده بقى عشان نفهم. أنت بشكل أساسي محتاج فلزين، وده عشان واحد فيهم يحل محل التاني. أول فلز عندنا هو المغنيسيوم، اللي هنخليه يتفاعل مع نترات الرصاص، وده عشان المغنيسيوم بيقدر يحل محل الرصاص اللي هو الفلز التاني. بس شرط عشان التفاعل يحصل إن لازم نترات الرصاص تكون محلول. بعد ما كونا نترات الرصاص هنحط فيه شريط المغنيسيوم، وبعد شوية وقت هنلاحظ إن شريط المغنيسيوم تكون عليه كريستالات صغيرة. يا ترى جت منين؟ جت بسبب الإحلال اللي حصل بين الفلزين. المغنيسيوم حل مكان الرصاص اللي كان في المحلول، أما بقى الرصاص خرج وترسب على شكل الكريستالات. إيه يا عم، مش الهم ليه كده؟ مستر مش فاهم اي حاجه يا مستر. طيب تعالى دلوقتي نعمل ملخص سريع يلم لك الدنيا دي كلها. التفاعلات عندنا 3 أنواع. أول نوع هو تفاعل الانحلال الحراري، تاني نوع هو تفاعل الإحلال البسيط، وده بينقسم لنوعين:
يا إما إحلال فلز محل هيدروجين الحمض أو إحلال فلز محل فلز آخر في محلول أحد أملاحه. أما تالت نوع هو تفاعلات الإحلال المزدوج، وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. وتفاعلات الإحلال المزدوج بتنقسم لثلاث حالات، يا إما حمض مع قلوي، يا إما حمض مع ملح، أو محلول ملح مع محلول ملح تاني. في التفاعل ده هيكون معانا حمض اللي هو حمض الهيدروكلوريك، وكمان هنحتاج قلوي، وهنا هنستخدم هيدروكسيد الصوديوم. لو فعلناهم مع بعض النتيجة هتكون ملح ومية، وده حصل عشان الصوديوم راح مكان الهيدروجين والهيدروجين جه مكان الصوديوم، والنتيجة تكون كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام، وده هتشوفه مترسب على جدار البيكر. أما تاني نوع عندنا من تفاعلات الإحلال المزدوج هو تفاعل حمض مع ملح. أول حاجة هنحط حمض الهيدروكلوريك في الدورة، وبعد كده هنجيب بالونة فيها ملح كربونات الصوديوم، وأول ما نقلب البالونة والملح تفاعل مع الحمض هيحصل تفاعل إحلال مزدوج، وده لأن الصوديوم هيحل محل الهيدروجين والهيدروجين يحل محل الصوديوم ويطلع غاز ثاني أكسيد الكربون. هتقولي طب إزاي نتأكد إن ده ثاني أكسيد الكربون؟ سهلة، عن طريق عود كبريت مولع، لو عرضته لثاني أكسيد الكربون هيطفي. واخر نوع من تفاعلات الاحلال المزدوج هو تفاعل محلول ملح مع محلول ملح اخر. يعني ايه؟ يعني هنجيب ملح زي مثلا ملح الطعام ادوبه في ميه بيبقى محلول، واجيب ملح تاني اللي هو نترات الفضه وبرضه ادوبه في ميه يبقى محلول. المحلولين دولت لو حطيتهم على بعض هيحصل احلال مزدوج، علشان الصوديوم هيبدل مع الفضه وكل واحد فيهم هيروح مكان التاني، وهيطلع لي في الاخر راسب ابيض اللي هو كلوريد الفضة. وبكده نكون خلصنا حصة التفاعلات الكيميائية اللي كانت مليانة تجارب كتيرة جدا، ولكن ده برضو مش هينسيني سؤال آخر الحصة، بس المرة دي الإجابة موجودة في الحصة نفسها. اذكر أنواع التفاعل الكيميائي وحالاتها المختلفة. لو عرفت الإجابة اكتب لنا في الكومنتس، وكالعادة استنى الحصة الجاية من درس خصوصي.